لم يكن ليصدق كيف يجيب بسرعة على الأسئلة، فله مع الحبيب موعد، لا كأي موعد. ومن غير أن يراجع ورقته حملها وسلمها للمراقب، وخرج مسرعا باتجاه مكتبة الكلية الواقعة على الجانب الأيمن من مدخل كلية الحقوق. صعد الدرج بسرعة، يريد أن يراها جالسة تنتظره، لا بل يريد أن ينتظرها فتأتي حاملة معها عبق المجيء. جلس كالتمثال على الكرسي مثبتا نظره على باب المكتبة كي يراها وهي تدخل. طال انتظاره مجيء المطر، فمجيئها سيعشب صدره بالأمل الذي طالما انتظره، وما كان يصدق أن قلبه سيعشب من جديد. إنها المصادفات تضع في طريقنا أناسا يصبحون أقدارا لنا. من الارتباك سقط الكرسي الذي كان يجلس عليه لحظة قيامه، فقد أقبلت كالغزال البري بثقة تمشي وبرصانة قلما رآها لدى غيرها من البنات، كأنها تقيس خطواتها، واليوم تلبس حقول البن في البرازيل. البني يليق بها، والأزرق وبقية الألوان. التفت الطلاب العاكفون على كتبهم نحو الصوت الذي صدر عن سقوط الكرسي. لم يحس جوان بالخجل كونه لم يحس على التفاتتهم، وهو محدق النظر باتجاه النور المقبل نحوه. أحست بارتباكه وسقوط الكرسي، فسلمت عليه وجلسا وجها لوجه. هيلين، يبدو أنك خجول جدا يا جوان. يا الله، لم يحب اسمه كما أحبه الآن بعد أن خرج من بين الكرزتين، فهي تنطق باسمه برقة لا متناهية. جوان؟ لا، ولكن ضرب رجلي بالكرسي فوقع. هيلين، ليست مشكلة، دعنا نبدأ. أترتجف الأوراق بين يديه أم إن يديه ترتجفان؟ كلاهما سواء ما دام قلبه لا يهدأ داخل أضلاعه. أما ركبتاه فأصلا كلما أقبلت فهما ترقصان. كلامها وشرحها للمحاضرة هدأ من ارتباكه، وأصبح يناقشها ويتجاوب معها. أحست هيلين بذكاء جوان وببراءة وجهه، ولكنه يحدق كثيرا في عينيها، وهي اعتبرته خجولا بداية، بل إن نظراته إليها أخجلتها وأربكتها. وبعد أن أنهت شرح المحاضرة استأذنت منه. جوان، أين طريقك؟ هيلين، إلى المدينة الجامعية. جوان، وهو طريقي، سنذهب سويا. استغربت طلبه، فهي لا تحب مرافقة الشباب، وخاصة أنها تذهب من البرامكة إلى المزة مشيا حيث المدينة الجامعية. هيلين، ولكنني أذهب سيرا على الأقدام. جوان، وأنا أيضا دائما أفعل ذلك، فأنا أستمتع بالمشي. كانت كذبة بيضاء، ولكن الكذب في سبيل مرافقة الحبيب لا يعد كذبا. أما هيلين فلا تعرف لماذا كسرت القاعدة ومشت معه، لكنها ارتاحت له. مضى نحو 5 دقائق وهما يمشيان صامتين. هيلين، لماذا لا تتكلم؟ جوان، ألا تتعرضين لمضايقات وأنت تذهبين مشيا كل يوم؟ هيلين، لا يخلو الأمر، لكني لا أهتم لمثل هذه الأمور الصغيرة. جوان، بل هي أمور تافهة وشباب تافهون. إن أردت سآتي معك، ففي كل يوم في تمام 9:30 أنطلق من المدينة الجامعية إلى البرامكة. هيلين، لا شكرا. ساد الصمت من جديد إلى أن وصلا عند باب الوحدة التي تسكن فيها هيلين. شكرته، فقام هو بشكرها لأجل المحاضرة وودعها. جوان لا يسكن المدينة الجامعية، بل هو وشيار يسكنان في حي ركن الدين الدمشقي، وهذه كذبة بيضاء أخرى،
وغدا في 9:30 صباحا سيكون مزروعا أمام باب المدينة الجامعية. ربما يصادفها ويمشي معها مظهرا براعته في الكلام، فتقبل مرافقته إلى الكلية يوميا. هي تشكرني، بل أنا الذي أشكر الله لأني التقيت بها، وأشكرها لأنها منحتني شرف السير معها. هكذا كان جوان يقول في نفسه وهو في الباص متجها إلى حيه الدمشقي. كان شيار ينتظره لأن صاحب البيت أزعجه اليوم. جوان: مرحبا يا أصدق صديق. شيار: أهلا جوان، يبدو أن اللقاء كان ناجحا. جوان: أكثر من ناجح وأكثر من رائع. شيار: إذا اسمع هذا الخبر كي تخفف من سعادتك قليلا. جاء صاحب البيت طالبا أجرة الغرفة، وأنا أنتظر أن يحول لي أبي النقود بداية الشهر، لأنني اتصلت به وقال الآن لا أستطيع. اقترض من خالتك حتى أدبر لك مبلغا. يطلق شيار ضحكة عرف جوان أنها ضحكة قهر. شيار: لا أعرف أمثالنا لماذا يدرسون، بل الأصح لماذا يعيشون. جوان: كي نصنع من رحم المأساة أملا. ولكن لماذا يريد الأجرة وقد بقي 7 أيام لنهاية الشهر؟ شيار: صحيح، يقول أنه بحاجة إلى النقود الآن. جوان: سأذهب إلى حرستا إذن، ربما يكون أخي قد أخذ راتبه، وبعد العطلة سنستأجر غرفة أخرى. يبدو أن صاحب البيت يخشى أن نذهب ولا ندفع له الأجرة. شيار: وأنا سأقترض من خالتي حتى يرسل أبي المال. دعنا نذهب يا عاشق، أنا إلى المزة وأنت إلى حرستا. كان المشغل عبارة عن قبو لبناية تفوح منه رائحة الرطوبة. لاحظ جوان التعب على أخيه فسأله ما به. أحمد: التهاب حبال صوتية، وقد ذهبت للطبيب فكتب لي الدواء ولم أشتريه بعد. جوان: لماذا؟ أحمد: لأنني لم أستلم راتبي بعد. جوان: أنا سأعطيك ثمن الدواء، ولكن يجب أن ترتاح لأن هذه الرطوبة ستؤثر عليك أكثر. أحمد: ومن سيؤمن مصروف دراستك وإجرة الغرفة ومصروفي؟ فقد أصبحت أعمل دواما إضافيا لأنني لا أنسى بأنك لا تستطيع شراء ثياب لك، وأنت طالب يجب ألا تكون أقل من رفاقك. جوان: يفرجها ربك، أتيت إليك من أجل إجرة الغرفة، فماذا سنفعل؟ أحمد: انتظر، جاءت حجتي على قدميها، كان يجب أن أقبض البارحة. اجلس هنا، سأذهب لصاحب المشغل، ربما آخذ منه شيئا. ذهب أحمد بينما تملك الحزن جوان. ما هذه الحياة؟ كل راتبه 5000 ليرة سورية، يسلمني إياها فأعطيه 1000 ليرة مصروفه الشخصي، والباقي يجب أن يسد أجرة البيت ونفقات الطعام والمواصلات وتصوير المحاضرات. وهو في هذا الشهر لم ينم في الغرفة سوى أسبوع واحد، فقد أصبح ينام في المشغل. وأخي الكبير يدرس في المعهد ودوامه إلزامي والمواسم جافة، وأبي بعد خروجه من السجن لم يعد قادرا على العمل، فقد أصبح يعاني ارتفاع الضغط. وأخوتي الآخرين طلاب في المدرسة، فمتى تفرج يا الله؟ تعبنا ونال اليأس منا. هي جوان، ما بك؟ لا تسمعني؟ جوان: كنت أفكر بوضعنا. أحمد: هذا هو المكتوب، المهم خذ، فقد أخذت منه بحجة أنك تدفع رسوم الجامعة. يطلق جوان ضحكة، ربما هي ضحكة قهر. وهل هذا وقت الرسوم؟ أحمد: وما أدرأ بهكذا أمور، المهم أخذت منه. جوان: لا تنسى أن تشتري الدواء وتعال يوم الخميس إلى الغرفة، لا تنم هذه الجمعة في المشغل. أحمد: تماما أخي.
وفي الطريق بين حرستا ودمشق تأمل جوان وجوه الناس، لم يرى وجها مبتسما، كلها عابسة باستثناء عامل بيده صندويشة يضحك على الرصيف القريب من كراجات العباسيين. ربما سمع نكتة من صاحبه الذي بجانبه. الضحك لا يعبر عن الفرح دائما، ثم كيف يفرح العامل المتعب بين بحر من الوجوه العابسة؟ في اليوم التالي في الساعة 7 صباحا رن منبه الساعة. نهض جوان، لم يزعجه صوته كما في الصباحات السابقة، بل استنفر لتحضير الفطور وتجهيز نفسه. استيقظ الشيار أيضا، سأل زميله: ما بك؟ وما بالك نشيط على غير عادتك؟ جوان: سأذهب إلى المدينة الجامعية، ربما ألتقي بها. في الطريق أصبح يتساءل: هل سأراها؟ وهل قولي لها أنني أنطلق من أمام المدينة في 9:30 سيجعلها تأتي، أم إنها في العادة تخرج من المدينة في هذا الوقت؟ توقف الباص بالقرب من مشفى المواساة، فانطلق بسرعة نحو بوابة المدينة وهو يتأمل أن يحالفه الحظ ولو لمرة واحدة في حياته. وقف ينتظر، سمع صوتا نسائيا من خلفه يناديه ويسلم عليه. التفت فرأى هيفين، رد السلام وبدأت بالكلام وكأنها تنتظره. هيفين: كيف حالك؟ لقد خفت عليك عندما كان الشيار يبحث عنك. ما هذه الصدفة الجميلة أن أراك هنا، وقلما تأتي إلى المدينة. هل تنتظر أحدا؟ جوان: أنتظر صديقي. هيفين: وكيف تقدم موادك؟ ما هذا الحظ؟ كيف خرجت هيفين بوجهي؟ هل هذا وقتها؟ يحدث جوان نفسه وعيناه متجهتان إلى داخل المدينة. جوان: الحمد لله. إلى أين تذهبين؟ هيفين: إلى الكلية. جوان: لاحظت اليوم أزمة سير، يجب أن تسرعي كي لا تتأخري. فهمت هيفين بأنه لا يريدها أن تقف معه. تألمت في داخلها وودعته، لكنها ذهبت إلى الجانب الآخر من الطريق دون أن يلاحظها. وقفت أمام الدكان المقابلة لبوابة المدينة تراقبه، فلا بد أنه لا ينتظر صديقا بدليل عدم رغبته بالوقوف معها. في غرفة هيلين سألتها صديقتها: علياء، ليس من عادتك الوقوف أمام المرآة والاهتمام الزائد بنفسك. هيلين: صحيح، لكني لاحظت إهمالي لنفسي. سؤال صديقتها لها جعلها تسأل نفسها: لماذا أهتم بنفسي اليوم؟ لم تجد جوابا إلا أن شيئا بداخلها أراد ذلك، وغادرت غرفتها وهي ترغب أن ترى جوان أمام البوابة. أما هو فكان واقفا وكأنه جندي في نوبة حراسة، يخاف ترك مكانه تحسبا لعقوبة ما. هيلين كانت تمشي وعيناها على البوابة، وجوان كانت عيناه إلى داخل المدينة. رأى كل منهما الآخر وتحرك شيء في داخلهما، فللأرواح أسرار لا يدركها حتى أصحابها. لاحظ جوان تغيرا لدى هيلين عندما اقتربت منه، فأنوثتها اليوم طافحة، شعرها مجدول كالسنابل، وهي تبدو كقوس قزح بعد توقف المطر. وقفت وسلمت عليه، حتى سلامها اليوم حنون، ليس كالبارحة حيث كان جافا. خدودها متوردة كشقائق النعمان التي تنمو على تلال قريته. رد جوان السلام وقلبه بين ضلوعه يفرح ويرقص. هيلين: هل نذهب؟ جوان: نعم، فلنذهب. جاءت لأجلي، أنا متأكد من ذلك، لأنها جاءت في 9:30 تماما، وأنا أخبرتها أنني في هذه الساعة أنطلق من هنا، ولكنها لا تدري بأنها لو جاءت بعد الظهر أو حتى في المساء لرأتني هنا. على الجانب الآخر من الطريق
كانت هناك عينان مليئتان بالانكسار تراقبهما، فقد حدث ما توقعته هيفين، فجوان لم يكن ينتظر صديقه. كانت تمشي خلفهما وقلبها ينزف حزنا وغضبا، وقدماها بالكاد تحملانها، ولكن جرحها حولها إلى بركان ثائر، وهي كانت تمني النفس بأنه سيحبها وسيكونان توأمين جميلين. فمن أين خرجت هيلين هذه؟ وها هي تضحك وتمشي معه، ولم يرها أحد قبل ذلك تمشي مع شاب. ثم إن هيلين تكبره سنا، فكيف يحبها؟ ولكن ربما لا توجد بينهما علاقة حب، ربما كانت صداقة عادية. لا، فقلب المرأة طريقها وشعلتها، فهيفين متأكدة بأنهما ليسا صديقين عاديين، فانسجامهما انسجام العشاق. أفكار كثيرة تأخذ هيفين وتجلبها. هي الآن مجروحة ملدوغة، لا أحد يستطيع توقع ردة فعل امرأة ملدوغة في قلبها. في الجانب الآخر جوان وهيلين منتشيان باللقاء، يتحدثان عن الدراسة والكلية والطلاب، ولم يشعرا بنفسيهما إلى أن وصلا باب الكلية. جوان: هل نلتقي غدا؟ هيلين: غدا لدي دراسة. ثم: أليس لديك مادة؟